لو ابنك شاف حاجه ما كانش ينفع يشوفها في علاقتك انت وبابا تعملي ايه؟ انا ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. دي مشكله جاتلي، تعالوا نشوفها مع بعض. قبل ما اقول حل المشكله على طول، تعالوا انا وانتوا نقسم الفيديو ده لثلاث حاجات. اول حاجه الاثر النفسي من مشاهده العلاقه، تاني حاجه طريقه حلها، تالت حاجه ازاي اتجنب ان ابني يشوف. خلينا نحط قاعده انا وانتوا الاول. لازم 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 تعودي ابنك وهو صغير من عمر 6 شهور ان هو ينام في اوضه لوحده. ما تتخضيش، لازم ينام في اوضه لوحده عشان يتعود من هو صغير. وكمان تتعودي انت ان هو ليه اوضه هينام فيها، عارفه اللي انت هتتعبي في الاول، بس هو ينام في اوضه وتروحي لو هو جعان ترضعي وترجعي تاني تنام، عشان يتعود من هو صغير لمكان خاص بيه. دي نقطة مهمة جدا. ولو حب ينام معاكم بيكون في حاجتين. لو انتوا عاملين يوم للأسرة قاعدين كلكم مع بعض في أوضة واحدة بتلعبوا مع بعض، هتناموا في سرير واحد، فده تمام. الحالة التانية لو هو تعبان يا تروحي تنامي جنبه او هو يجي جنبك، في الحالتين دولت بس، اكتر من كده مفيش. طب ليه بقولك كده؟ عشان تتجنبي الحاجات اللي هقولك عليها. اول حاجة الآثار النفسية لو ابنك شاف او سمع عن العلاقة من اول يوم لعمر 2 سنين. اللي انت بتقوليه ده في الوقت الصغير ده طفل ما بيكونش فاهم حاجه، بس الدماغ بتخزن. لو سمع اصوات او شاف مشهد ممكن يخزن، هو ما بيبقاش فاهم، هو بيخزن. والشعور اللي هيحصل له من خوف وقلق نتيجه للاصوات او اللي هو شافه هيفضل موجود معاه، خاصه عند البنات. لو حصل بعد كده في المستقبل ان شاء الله تتجوز وتحصل علاقه ما بينها وبين جوزها، ممكن تخاف منها، ونرجع لما نيجي نبحث نلاقي بسبب ان هي شافت او سمعت واتخزنت في اللاوعي. فمن البدايه قلت لكم يناموا لوحدهم في عمر 2 سنين، وده مهم جدا. القدرة على التخزين الصوت والصورة بتكون أقوى، فالتخزين هنا بيكون أعلى. فنحاول على قد ما نقدر نمنع ده، وهنعرف ازاي مع بعض، بس كملوا الفيديو. من عمر 3 ل5 سنين بيكون مرحلة خطرة جدا جدا، وهنعرف ليه. عشان لو شاف العلاقة ما بين بابا وماما بياخدها بطريقة عنف، هو بابا عنف ماما. ولو هو ولد هيبدأ يكره بابا، عشان احنا عارفين ان الولد بيتعلق بأمه أكتر. طب لو هي بنت هتبدأ تنفر من باباها وتتضايق. طيب انت لو حسيتي ان هو شاف حاجه بس هو ما اتكلمش، هتلاقي شويه انفعالات في السن ده ظهر. هتلاقي عنده اضطرابات في النوم وقلق، وممكن يحصل تبول لا ارادي. الحاجات دي لو حصلت والبيت كان وضعه مستقر، ما بيتفرجش على افلام رعب، انت مش عصبيه، ما بتضربهوش، بابا مش متنرفز معاه، فالبيت كله مستقر وحصل التغيرات دي، ممكن احتمال يكون شاف علاقه ما بينك وما بين بابا. لازم تقفي مع نفسك وتشوفي ايه اللي حصل عشان يحصل الاضطرابات دي. لو هو ما شافش، احنا قلنا تاني من سن 3 ل5 سنين ممكن يربط الاصوات والحاجه اللي هو شافها بشكل عنيف. هنعرف طريقه الحل، بس كملوا معايا الفيديو. من سن بقى 6 ل10 سنين، وبسبب الانفتاح اللي احنا فيه بيبقى عارف ان في حاجه بابا وماما بيعملوها لما يدخلوا الاوضه مع بعض. بيبقى فاهم ان في علاقه ما بين الرجل والمراه، بس مش عارف التفاصيل بتاعها. فمعنى ان بابا وماما دخلوا الاوضه يعني في حاجه هتحصل، بس مش عارف هتكون ايه. مشاعر الاطفال بتكون متلخبطه من مشاعر خوف ومشاعر احراج وكسوف. الطفل اللي بيخاف هو اكتر طفل حساس، فالاطفال الحساسه بتخاف ومش هتسال. بس الاطفال التانية اللي بتبقى محرجه ومكسوفه ممكن تسالك، على حسب انتوا الاتنين اصحاب ولا لا، سايباله فرصه ان هو يتكلم ولا لا. هيبدا يسالك ويستفهم منك اكتر هو ايه اللي حصل وايه اللي انتوا بتعملوه، على حسب انت عامله صداقه بينك وبين ابنك ولا لا. احنا قلنا لازم تكوني انت صديقه ابنك عشان يعرف منك المعلومه، ما يعرفش من حد تاني، عشان تديله معلومه صحيحه وتناسب سنه وعلى قد سؤال. تعالوا نعرف ازاي بقى.